اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صباح الفل، صباح الورد والياسمين على كل اللي بيشوفني الصبح، ومساء الفل على كل اللي بيشوفني بالليل. لو لسه أول مرة تشوفيني اضغطي على زرار الاشتراك عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد بنزله. ولو شفتيني قبل كده ومتابعاني اضغطي على اللايك وصلي على النبي في التعليقات. معايا 5 كوبايات دقيق. ركزوا في العجينة لأن كل الهدف من الفيديو هو العجينة، لأن بنات كتير سألتني عن العجينة. بصوا يا بنات، الفينو عامة، أي قرص فينو، صوابع فينو، أي عجينة فينو بتبقى عجينة واحدة بس. هي عجينة واحدة لكل المعجنات. عجينة البيتزا، الصوابع الفينو، القرص الفينو، الكايزر، هي عجينة واحدة بس. طب ايه هي مكونات العجينة؟ جبت لكم مكونات العجينة باختصار شديد جدا. عجينة بدون اي حاجة خالص، يعني عشان انا ما كترش عليكم، عشان واحدة تقعد تقول لي انا بستخدم الزبدة الفلانية، اللبن الفلان، لا خالص. انا احط 5 كوبايات لبن، 5 كوبايات دقيق، عليهم كوبايتين ميه دافيه. سيبك من اللبن خالص، سيبك من اللبن، حطي ميه دافيه. وعلى ضمانتي، انا بس كان عندي كوبايه لبن في التلاجة، فقلت بدل ما تبوظ حطيت عليها، زودت عليها كوبايه ميه دافيه، بقى عندي كوبايه لبن وكوبايه ميه دافيه. عايزه تحطي كوبايتين لبن حطي، عايزه تحطي كوبايتين ميه دافيه، تمام. تمام كده. بس لو حطيتي ميه دافيه برضو نفس، مش هيغير حاجه، مش هيغير حاجه، اللبن من الميه الدافيه مش هيغير حاجه. انا حطيت 5 كوبايات دقيق عليهم كوبايتين ميه دافيه. مش هقول لبن لان اللبن دي حاجه اضافيه من عندي انا، مش عايز تحطيها ما تحطيهاش. تمام. عايز تحطي نص لبن، كوبايه لبن كوبايه ميه، تمام. الاتنين لبن ماشي، الاتنين ميه ماشي. يبقى 5 كوبايات دقيق عليهم كوبايتين ميه دافيه او كوبايتين لبن دافي، وعليهم معلقه كبيره خميره بيره، ومعلقه كبيره لبن بودر. اللبن البودر برضو اضافي، مش عايز تحطيه ما تحطهوش. معلقه خميره بيره ومعلقه لبن بودر، وكمان معلقه صغيره بيكنج بودر. وهعجن بالكوبايتين ميه او الكوبايتين لبن اللي هتحطيهم فقط. طيب بعد ما تعجني هتلاقي العجينه لزقت في ايدك. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنيجي حاطين تبلين ايدينا في الزيت ونعجن. انا كده ما دخلتش في المكونات، لا زبده ولا زيت ولا اي حاجه خالص، اي ماده دهنيه ما حطتش نهائي. انا بس ببل ايدي في الزيت او في المعلقه، هي معلقه واحده. شايفين في الطبق الصغير ده انا حاطه حوالي معلقه واحده بس زيت. عايزه تحطي معلقه زبده، تمام. بس يعني الافضل الزيت. يعني لو انت عايزه تحطي معلقه زبده وتسيحيها، تمام. هتبلي ايدك في معلقه في الزيت كده وهتعجني. هتبلي ايدك وتعجني لحد ما تلفي العجينه كلها من بره كده، تلاقيها لمعت معاكي وتلاقي العجينه ملكت معاكي كويس. خلاص كده يعني. بس العجن هي دي بقى المرحله المهمه جدا. هي مرحله العجن مش اقل من ربع ساعه، 10 دقايق بالشكل ده كده. عجن مستمر، يعني مش اقل من 10 دقايق عجن كده مستمر. طيب. طيب وانت بتعجني العجينه هتلزق في ايدك، فانت هتبلي ايدك زيت وهتعجني، هتبلي ايدك ميه وتعجني. ممكن تشيلي خالص معلقه الزيت دي وتبلي ايدك ميه. تمام. بس انا بفضل الزيت يعني، او معلقه زبده سايحه وتبلي ايدك كده. وعشان هو الهدف اصلا من معلقه الزيت دي ان ايدك ما تمسكش في العجينه، وتعرفي تخدمي العجينه كويس، يعني تملكي العجينه كويس. تخدميها تملكيها على حسب ما انتوا بتسموها ببلدكم. طيب. بعد ما عجنت 10 دقايق هسيبها بقى تخمر. اقل حاجه في الشتاء ساعه، وفي الصيف هتبقى ساعه الا تلت، مثلا من نص ساعه لساعه الا تلت. انا نسيت اقول لكم كمان يا بنات، انا لو انا حطيت معلقه سكر في اللبن، يعني دوبت في الميه الدافيه او اللبن اللي انت هتعجني بيه، دوبي معلقه ميه، معلقه قصدي سكر. عايزه تحطيها في الدقيق ماشي، عايزه تدوبيها في اللبن ماشي، عايزه تزودي بقى السكر شويه لو انت بتحبي القرص مسكره، تمام. زودي بدل المعلقه معلقتين وثلاثه واربعه براحتك خالص. طيب بعد ما سبتها حوالي ساعه في الشتاء، انا باكد ان انا في الشتاء عشان في الصيف هتبقى ساعه الا ربع. طبعا خمرت معانا، مسكناها قطعناها بالشكل ده، وهتكوريها على حسب ما انت عايزه. كور صغيره، كور كبيره، على حسب حجم القرصه اللي انت تحبيه. تمام. طيب. كنت عايزه اقول ملاحظه كمان. لو انت في الشتاء وعايزاها تخمر بسرعه او مستعجله يعني، هتولعي الفرن 5 دقايق بس يدفى، وهتدخلي البوله في الفرن، البوله اللي فيها العجينه زي ما هي كده. هتدخليها في الفرن، بس هتغطيها بستريتش راب، او هتغطيها باي كيس نايلون من عندك، علشان طبعا الفرن هيبقى سخن، ما يقشفش وش العجينه. تمام. وطبعا قبل ما تشيليها انتي دهنه وش العجينه زيت، مش دهنه، يا دوب بله وشه كده
حاجه خفيفه زيت او ميه عشان العجينه ما تقشفش معاكي. انا بقول تاني، ما حطيتش في العجينه اي ماده دهنيه خالص، انا يا دوب بس حاطه هي المعلقه دي مكمله معانا لحد اخر الفيديو. هي معلقه زيت واحده حطاها في الطبق. بدهن بيها المفرش تحت العجينه اللي انا بحط عليه القرص. وبدهن ببل ايدي وادهن برضو الصينيه. مش بدهن بالفرشه عشان الفرشه بتشيل معانا زيت كتير، لا، يا دوب حاجه خفيفه كده. او الافضل كمان يكون منديل، عشان المنديل ما يا دوب انا عايزه بس الصينيه مسحه زيت، مش هقول دهنه زيت، مسحه زيت، ماشي. طيب طبعا يعني السمك كده انا سايبهولك براحتك، انا بس برغي كتير في حته العجينه، لان لو العجينه طلعت ناجحه معاكي بالنسبه لقطعة العجينة انت براحتك، عايز تعمليها خلية نحل، عايز تعمليها قرص حجمها صغير حجمها كبير، تعمليها كايزر، تعمليها صابع فينو. زي ما قلت لكم العجينة دي معتمداها معايا لكل المعجنات. تمام. طيب انا هنا طبعا بعمل 5 كوبايات بس علشان اوريكي الطريقة. انتي عايزة تضعفي الكمية ضعفي، يعني بعد ال5 كوبايات اعمليهم 10، اعمليهم 15 كوباية براحتك خالص. طيب بالنسبة للوزن، يعني انا عايزة الدقيق بالوزن يعني تقريبا نص كيلو ونص كوباية زيادة، او نص كيلو حوالي 5 معالق كمان عليهم. هما ال5 كوبايات عندي بيعادلوا نص كيلو او يزيد حاجة بسيطة، فاحنا هنقول نص كيلو يعني. تمام. طيب انا السمك ده بالنسبه لي انا كويس جدا. طبعا هكور بقى باقي الصواني وارجع لكم تاني بعد ما فردنا العجينه او القرص في كل الصواني كده، او كل الكميه اللي عندنا سيبناها. طبعا بعد انا بقول اهو المرحله التانية انك بتسيبيها تخمر تاني في الصينيه. بعد ما بتفردي القرص في الصينيه بتسيبيها تخمر، يبقى كده عندنا خمرت مره 2 كده، مرتين. تمام. بعد ما خمرت طبعا دخلتها على الرف الوسطاني. لما خدت لون من القاع وحسيت ان هي دوب القرصه اتنفخت كده معايا، بسرعه بولع الشعله يا دوب الوش يصفر وبطلعها. ليه بقول يا دوب بقى؟ علشان دي قرص فينو يا بنات، اي نوع فينو سواء كايزر او فينو عادي او اي نوع فينو، او حتى لو بتعملي بيتزا، الشعلة ما تبقاش يعني يا دوب تصفر، يا دوب تصفري العجينة بس، تصفري وش المخبوزات عامة، علشان دي عجينة فينو. لو اتكيتي عليها شوية في السوا بتمط معاكي العجينة، مش بتمط، اللي هو بتندغ معاكي، يعني تيجي تاكلي القرصة كده تلاقيها بتندغ معاكي. تمام. مش عارفة، عندي مصطلحات غريبة جدا يا جماعة والله. ما علينا ما علينا. المهم يا رب يكون الفيديو عجبكم. زي ما انتم شايفين هي من شكلها باين يعني حتى لو انا ما عرضتهاش ليكم، بس هي من شكلها باين جدا. طيب هقول لكم على حاجة كمان أخيرة، ان انتي لما تطلعيها حاولي تطلعيها على ورق او حاجة متهوية، اللي هو زي شبكة الفرن مثلا، او مثلا في مصفى، او تحط تحتيها ورق او قماش. ما تحطيش اي حاجه بلاستيك زي ما انا كده حاطه المفرش السيليكون ده، هي كده هتعرق مني. فانا طبعا بعمل على المفرش عشان اعرضها ليكم، لكن انا في الطبيعي اصلا مع نفسي كده بعملها في البيت، بطلعها على ورق او في مصفى او تحت قماش او فوطه، يعني اي فوطه، حاجه ما تخليش القرص تعرق معانا. طيب في حل تاني، لو انت بقى هتطلعيها على كيس او مستعجله يعني، تحاولي تكفيها على وشها، يعني تقلبي القرصه. لو قلبتيها خلاص مش هتعرق معاكي، لان القاع هو اللي بيبقى سخن، فانت بتخلي القاع القرصه فوق علشان تطلع منه الحراره، وبالتالي هي القرصه مش هتعرق معاكي. فانت لما تطلعيها من الفرن ما تسيبيش القرص في الصينيه علشان هتعرق معاكي، وما تحطهاش على حاجه بلاستيك. طيب كنت هقولك ايه كمان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو وصلتي معايا لحد هنا يعني فضلا وليس امرا اضغطي على اللايك، لان الفيديو بتشاهديه وبتنسى تضغطي لايك. حبيبتي لو سمحت اضغطي لايك وصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الكمية دي يا جماعة نص الكمية، يعني أنا عملت 5 كوبايات، دي نص الكمية. أنا عاملة 4 صواني، دول صينيتين بس اللي هم لحقتهم في الآخر أصورهم ليكم، لأن الصينيتين اللي في الأول خلاص كل ما أطلع صينية ما لاقيهاش، أطلع التانية ما لاقيهاش، خلاص بقى قلت لهم عند الصينيتين التانيين لا استوب بقى، عشان انا عايزه حاجه اصورها. فطبعا دي نص الكميه، ال5 كوبايات قطعوا معايا ضعف الكميه دي. مش عارفه دول كام، 10 قرص يعني قطعوا معايا حوالي 22 قرصة.
او 25 كمان، حوالي 25 قرصة، ما عدتهمش طبعا بس بقول بالتقريب حوالي 25 قرصة. الخمس كوبايات اللي هما نص كيلو، يعني الكيلو هيعمل معاكي حوالي 50 قرصة. القرصة بره ب2.5، اضربي بقى 2.5 في 50، شوفي المبلغ هيبقى كام لو اشتريتيهم من المخبز. حاجة نظيفة جميلة بتعمليها لولادك بايديكي مطمنة. مش كده وبس، كمان زي ما انتوا شايفين هي اكيد دي مش هتطلع زي بتاع بره خالص. شايفين الجمال، بصوا. انا بتنيها بترد وترجع تاني، مش بتتشقق ولا بتتفتول ولا اي حاجة خالص، قطنية قطنية فعلا. شايفين كمان فتحتها لكم. لو فعلا المنتج عجبكم في الاخر، يا رب يا رب ما تنسيش تضغطي لايك وتصلي على النبي، واشوفكم فيديوهات جاية كتير، ومحتاجة دعمكم حتى لو بالله.